زيدي كملي. قلت لك درنا دعوه ديال ابطال العقد. ابطال العقد ديالاش العقد باش بعث لك انت؟ درنا دعوه ديال ابطال العقد حقاش قال لي محامي هذاك الاساس اللي شريتي عليه ماشي هما الشروط اللي كاين في الواقع. اييه. ودابا بغيت نسولك دكتور واش العدول عنده مسؤوليه في هذا الشيء واش الحق ديالو درنا له حد تحفظي دابا باقي ما صدر لا حكم لا والو. ولا هي شنو عندها باش ديري حاجه تحفظي؟ شنو عندها؟ عندها دار ديالها في سميتها. درتي حج في ذاك الدار اللي في سميتها. ايوا صافي خليك من المسطره ديال سيدي بغيت نسولك على واش غيرجع لي الحق ديالي، واش الفلوس ديالي شي 40 مليون. لا دابا راه كي درتي حجز الى حكمت المحكمه بابطال العقد يعني خصها ديك السيده ترد لك فلوسك. إذن إلا ردات لك فلوسك بخاطرها يعني نفذتي عليها الحكم وعطاتك فلوسك مزيان، ما نفذتش غادي ديري تنفيذ على العقار اللي درتي له الحجز ديالو. والفلوس ديالي ان شاء الله يرجعوا ليا زعما داك الشيء يكون مزيان للصالح ديالي. وما فهمتيش بنتي شنو قلت لك؟ قلت لك إلا حكمت المحكمة بإبطال العقد شنو معناتها؟ أن العقد اللي درت معك هاد السيدة باطل لاغي، نلغيوه. إلا لغيناه كتقول المحكمة خصها ترد لك فلوسك. كتقولي لا انا ردي لي فلوسي، كتقول لك على ما فخي لك ركبي انا ما عندي فلوس ياك. كتمشي لديك الدار اللي حجزتي عليها وكتبيعيها في المزاد العام وكتاخدي فلوسك. وهما ما غيتابعوش على هذا الشيء اللي داروا زعما. ودابا الدعوه اللي مشيتي فيها الابطال ما فيهاش المتابعه، هذيك المتابعه هي الشكايه اللي درتي في الاول وداروا لك فيها الحفظ. قالوا لي حيت الدعوه مدنيه داك الشيء علاش طرد. اي دابا هذيك اعتبروها هما مدنيه، ولكن راه السيده راه ضحكه عليك كيفاش مدنيه. على اي دابا انت غادا في هذه المسطره الى حكمتك المحكمه راك غادي تردي فلوسك ان شاء الله. سيدي وهاد الوراق واش غيكونوا مزورين؟ حيت اللي قالوا لها جيبي الملكيه انت من عند من شاريه، قالت لهم واخا، وفي الاخر قالت لهم لا ما كاينش. ما نقدرش انا نجاوبك، واخا ما نقدرش نجاوبك واش الوراق مزورين. وعندي من بعد الحق مازال نتابعهم من مور الدعوه. لا ما بقى لك ما تتابعيهم، دابا انت مشيتي في المدني تاخدي فلوسك. ودابا هاد الاسبوع فاطمه كان غادي يكون الحكم، وهذاك القاضي اللي كان عنده الملف ديالنا قال لهم انا ما نقدرش غيدوز هذا الملف القضاة المختصين في العقار، قال لهم انا ما نقدرش نحكم في هذا الملف حيت ماشي مدني. انت هذا الشيء ماشي شغلك، خلي المحامي ديالك راه متبع الملف، غير انت ساعه سوليه شنو كاين في الملف. صافي شكرا. نعم مرحبا، نواصلوا مباشره مع صابرين من مدينه مكناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لاله كي دكتور مزيان؟ الحمد لله. الا ممكن الله يخليك عندي جوج اسئله للدكتور معتوق. تفضلي لاله، مرحبا بك، يكونوا مختصرين الله يكثر خير. واخا الله يسهل امرك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يرحم الوالدين. بالنسبه للاب ديالي غوطخات يعني عنده تقاعد كان عسكري ومخلي له يلاه 1400 درهم. اييه. وعنده مرض مزمن، وراك عارف الناس ملي كيكبروا يعني في العمر كيفاش كيولوا. حتى الوالده ديالي مريضه وكاين خويا اخر يعني مريض عنده مرض نفسي، يعني عندهم علاجات بزاف في الدار، وديك 1400 درهم ما كدير لهم حتى شي حاجه. وزايد انه داولوا خطا طبي في عمليه، وخا يعني كنعينا ما نشكيو عينا ما نطلعوا عينا ما نهبطوش، يقول لك راه هادشي اللي كاين. مؤخرا قالوا غادي يعطيهم شي تزكيه، لقينا انها تزاد 90 درهم، هذه هي التزكيه اللي زادوا لها. يعني بغيت نفهم ان واش هاد الناس يعني اللي متقاعدين ما عندهمش الحق يعني في هاد الزيادات ما يستافدوش اولا شنو؟ يعني حيت يعني الحاله ديالهم متضرره بزاف. يعني راه الزياده اللي كتكون راه تيعلنوا عليها وكيخرج القانون ديالها. دابا ما كاين زياده يعني ولا بغينا يعني حيت كاينين الناس دابا اللي خداو لا غوطخات من موراه، يعني بقات لهم الخلصه ديالهم مزيانه. بالنسبه للوالد ديالي شت لا غوطخات في 2004. لا غير خلي ما تبقايش تقارني مع الناس لان راه ماشي نفس الوضعيه. كل واحد شحال تيتخلص شحال الاجر ديالو ملي كان خدام، وكل واحد شحال خدم من سنه، يعني كاين حاله كتختلف على حاله. واخا شكرا. وبالنسبه الله يسهل امرك بغيت نعرف بالنسبه لنا لهاد الجهه اللي ساكنين فيها حنايا، بالنسبه للاناره العموميه يعني عندنا مشكل يعني اكثر من 5 سنين وحنا كنشكيو وكنطلعوا ونهبطوا ونديروا الطلبات بدون جدوى بدون حتى شي نتيجه. يعني ولات هذه المنطقه ديالنا بؤره يعني البائع المخدرات الكريساج اي حاجه تطيح لك في بالك وليتي تلقاه حدانا هنا. عينا ما نشكيو عينا ما نطلعوا، كنمشيو للوكاله ديال الكهرباء اللي حدانا تيقولوا لنا سيروا ديك اللي كبيره كاع، كنمشيو ليها تقول لك لا سيروا عند الجماعه، كنمشيو عند الجماعه بدون حتى شي فائده. يعني بغينا نعرف اين جاي يعني اللي نمشيو الجهه اللي خصنا نطبقوا عليها هي الجماعه. عينا ما نمشيو عند الجماعه ما بغاش هذا المشكل. دابا انت سولتيني قلتي لي شكون هي الجهه اللي ندقوا عليها؟
انا جاوبتك، الجماعه هي الجهه اللي خصك تدقي عليها. شكرا لك. مرحبا. مرحبا صابرين. اذا الاناره العموميه هي مسؤوليه الجماعه، ولو تكون شركه مفوض لها تدبير القطاع لا، دكتور. هي اللي كتفوض لها، مهم. هي الامير بالصرف هذا المشروع. اذا كتعيط للشركه تقول لها خلي لهم الضوء. ممكن لا تنسق مع جهات اخرى، مع وكالات، مع المكتب الوطني للكهرباء، ولكن هي هي المخاطب. المخاطب الاول. مينا من الدار البيضاء، السلام عليكم لاله. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا كي دايره بك. فوزيه بخير؟ الحمد لله مينا، تفضلي لاله. كي داير الدكتور مرزوق؟ بارك الحمد الله لله. فيك لاله، تفضلي. مرحبا. انا فرحانه انني غنشارك معكم. مرحبا بك مينا، تفضلي لاله. عرفتك بغيت نسول الدكتور كان ممكن. انا عندي اختي من ذوي الاحتياجات الخاصه، وسمعت انهم غيديروا لهم شي بطاقه. ولا ما شحال هذه عندهم بطاقه. لا شي ذوي بطاقه الاحتياجات الخاصة. جديده، شي بطاقه قالت لي بحال غيعاودوا احصاء اللي يعني يمكن غادي يعاودوا يجددوا هذا البرنامج أنا هذا اللي ويديروا بغيت- بطاقه مع امتيازات خاصه بها. دابا دكتور انا ما كيقول لهم النقل، لان الحمد لله مستافدين من النقل، مستافدين من العلاجات، مستافدين من كل شيء. الحمد لله. انا بغيت نعرف واش هذه البطاقه واش غنستافدوا يعني حتى من بحال دابا المستشفيات الخاصه، بحال دابا بغات دير شي تحليلات في اللابوراتوار الخاص، لا داعي اننا نتنقلوا حق لا ما نقدرش نقول لك، ما ما نقدرش عندكش نقول شي لك. فكره باقي، ما عندكش شي لا فكره. مازال تيخرج القانون يقول لك شنو هما هاد الامتيازات اللي غادي يكون عند ذوي الاحتياجات الخاصه. ولكن هذا الشيء اللي ذكرتي لي راه تبارك الله فيه الخير. لا، قلتي لي الحمد لله، نقل المستشفى الحمد لله. العمومي. في الترام كنركبوا في القيطه، يعني ما عمرش حد ما قال لي خلص. ايوا الحمد لله. صراحه كاين كاين الانسانيه وكاين المصلحه ديال الشركه من كل شيء. انا من ناحيه بحال ما بقى دابا يعني الانسان المعاق هو راه عنده عمليه، عنده تحاليل، عنده يعني بلا ما نبقى نتنقل بحال دابا من السبيطار الكبير نقدروا نجيبوا بعيد، يعني واش غتستافد من هذه المستشفيات الخاصه؟ لا تخرج هذه البطاقه جديده ونشوفوا شنو هي الامتيازات اللي غتمشي معاها. شكرا إن شاء الله. دكتور، شكرا الله يرحم لك مرحبا مينا. الوالدين ويكثر ننتظروا. من مثالك. كنشكرك بزاف، مرحبا نهاركم لاله. مبروك. انا دابا ملي كتقول لي شي وحده بحال هكا كتقول لي من ذوي الاحتياجات الخاصه وكتمشي بالمجان في النقل العمومي، ماشي كنفرح؟ كنفرح تقول لي كنمشي للمستشفى الحمد لله كيتهلاو فيا كيقابلوني، ماشي كنفرح؟ ملي كنمشي للمقاطعات، جوج مقاطعات انا جربتهم، ديال البجديه وديال المغرب العربي. مقاطعه كتدخل بحال خدام في شي شركه دوليه، السرعه في الاداء، كل شيء واقف، كل شيء خدام، كل شيء كيجري، وما شفتش شي سلوك ديال 10 دراهم ولا 20 درهم ولا حتى شي حاجه والو، كل شيء كيضحك، كل شيء كيبتسم. هذا الشيء ما كيفرحش. وتنقول لك راه بفضل هذا الشيء هاد الناس باش البلاد واقفه، بزاف ديال الناس اللي كيشتغلوا. الحمد لله كاين الامل يا دكتور. لكن كاين التغيير وكاين الامل. سلبي موجود، ولا ما سطرناش عليه ولا ما قلناش. هاد الناس دابا اللي ولا الطيب، جماعه ولا الطيب باي حق يجلسوا 6 سنين و7 سنين و8 سنين وعندهم السكن ديالهم قانوني. كيجي عندي شي واحد تيقول لك انا باني بالعشوائي وخاصني شهاده سكنه، تنقول له كيفاش باني ديال الفوضى؟ انا باني بناء عشوائي وخاصني الضوء، تنقول له انت باني بالفوضى. ايوا هاد الناس اللي باني بالقانون ها هم، علاش ما عندهمش حقوق ديالهم؟ علاش 6 سنين و7 سنين و8 سنين هما جالسين في الظلام ولا يسلفوا الضوء عند الجيران ويخلصوا معاهم فاتوره ودوز للشطر، الفاتوره كدوز للشطر الخامس. يعني عرفتي شنو الشطر الخامس؟ ما عرفتيش؟ يعني قد ما طلع الشهر كتكون الثمن كيتضاعف دكتور. يعني فهمت اللي يخلص 100 درهم ولا 150 درهم لدارو كيخلص 300 ولا 400 درهم. يعني ممكن الا كان بوحديته عداد ديالو خاص يبقى بشطر واحد. ايوا علاش هادشي ما تيقلقش هادشي؟ طبعا يزعج نعم. فاصل على أصوات ونواصلوا معكم، بقوا معنا جميع.